نقطة مهمة أكيد، ثلاث أرباعنا ما حدا فرقانة معها. المهم إنه هذا السيناريو إنه خلص نحن كنا بحرب وكنا مهاجرين، أوكي هدنة، نحن نسمع بس هدنة ما بيهمنا أبدا شو هي. خلاص يلا هلا بنرجع بنزمر على الطريق، بنوقف بالشوارع اوتوسترادات نحمل هالصور، بنرجع على الجنوب نتصور وكذا. هذا هيك لازم يعني، هذا هيك المكتوب، مثل ما مكتوب علينا نحن نضلنا كل فترة نترك بيوتنا ونفل من الجنوب لندافع عن أرضنا. فهلا أكيد كل العالم هيدا هو الهدف تبعها. بس حدا شوي هيك يفكر انه هيدي الهدنة صارت على اي اساس؟ شو الشروط اللي اتفقوا عليها؟ هل هيدي الهدنة احسن من اللي قبلها؟ اكيد انه عم نشتغل على تحسين وضعنا، اكيد ما حدا فكر فيها. واكيد الجواب لا، لانه مثل ما مكتوب باحد الشروط انه اسرائيل، مثل ما مكتوبة هون، اسرائيل بحق لها تدافع عن نفسها وقت اللي هي بدها. هذا البند اللي ما حدا معه خبر فيه، اللي هو كان موجود بالهدنة سنة 2024، اللي نحن قعدنا نقول انه هذا خير للاتفاق، واللي كل العالم بتقول انه سنة ونص اسرائيل عم تضرب وما حدا حكى. ليش بس هلا ضربوا الحزب الصواريخ؟ انتم قيامتكم ليش؟ مين قالكم انتم انه هذا البند مش موجود كان بالهدنة القديمة، اللي هو ضرب السيارات وضرب البيوت؟ قضيناها انا ابن جنوب، قضيناها سنة ونص. وهلا من امبارح لليوم ما صار على الهدنة 24 ساعة، كم ضربة صارت اسرائيل ضاربة؟ نحن بنقول خرقوا الاتفاق الهدنة. ليش خرقوا الجماعة هذا الشرط تبعهم؟ هل حدا فكر فيه؟ يعني هيدي الهدنة مثل غيرها، يعني هيدي الهدنة نحن راجعين بس خلي الشنطة ستاند باي لأنه بنعرف وقتها منفل. فهيدا الشيء كأنا جنوبي ما بحياتي بعتبر حالي انتصرت، طالما أنا بدي أرجع وضلني حامل شنطتي ناطر وقتها بدي أرجع فل. انتوا فكرتوا فيهم بس ناطرين هلا شاطرين رحنا نزمر على الطريق ورجعنا على بيوتنا. انا ما رجعت على الجنوب وما حارجع، وثلاث ارباع العالم بتفكر بوعي، عرفت تنقل عيالها هلا من مطرح لمطرح تاني امن، لانه الهدنه اللي نحن اخذناها ولا الشروط اللي اتفقوا عليها دولتنا المفاوضه مع العدو، مدري ما بعرف مع مين على مين مع مين، ما حدا بيهمه. المهم انه يابا يلا نرجع نزمر، شي ما ببشر بالخير ابدا. الله يسترنا من الاعظم.